الريب اللي نزل لكم في ستوريات وعجبكم كاملين هو هذا. وصفة عاوتاني مغايرة وبنة مغايرة ومذاق مغاير، غادي يعجبكم بزاف بزاف. جربوه وردوا عليا الخبار. ففي كاسرونة غادي ندير يطرو ديال الحليب. تبعوا معايا البنات مزيان الطريقة. غندير يطرو ديال الحليب. هنا درت غير العادي مبستر، ما درتش هذاك يو اش تي. غادي نضيف ليه من جوج مقاطات ديال السكر، سنيده ما كانش، المهم السكر على حسب الذوق. وغادي نديرو غلا فوق البوطه في واحد الزلافه اخرى. درت يطرو ديال الماء مع كاس ديال حليب مجفف مع فلون ايديال، هذا حجم صغير بنكهه الموز. شوفوا انا درت نكهه الموز، ممكن نتوما ديروا النكهه ديال الفريز، حامض، فاني، اللي بغيتلو. ومع ياغورت بنكهه الموز، يعني الفلون اللي غديروا النكهه اللي بغيتو الياغورت يكون بحال نفس النكهه. غادي نخلط هاد المكونات مزيان حتى يذوب ليا الياغورت والحليب المجفف وداك الفلون. وهاد الوصفه اذا دخلتوا لقناتي دابا شي 9 سنين غادي تلقاوها كاينه في القناه، راه انا غير بدلتها معاكم وكان داير ضجه ديك الايام، ونتمنى حتى نتوما يعجبكم وتجربوا. هنا بالنسبه للاخوات اللي غيقولوا لي درتي الفلون زعما وما طاب ما والو، راه ديجا كنديروا الفلون في بزاف ديال الكريمات بلا ما نطيبوهم، بحال كنديروه في لي كلاص، في كنديروه في بزاف ديال الحوايج. هنا من بعد ما تخلط كلشي مزيان غادي نضيف ليه داك الحليب اللي غليته، خليته هبط درجه حراره شويه، عاد ضفتو الحليب على الخليط ديال الماء والحليب المجفف. غادي نخلطو حتى هو مزيان مزيان صافي، غير يعني ينسجموا مع بعضياتهم. وهنايا غادي نديرو انايا في واحد السطيل، هذا هو السطل ديال الرايب اللي كيشو اللي كنديرو في البيوت ديالنا. بزاف غايقولوا لي البلاستيك لا، شوفوا راه في الديور والله حتى كديروا البلاستيك بغيتو ولا كرهتو. صافي وغادي نفرغ فيه هذاك الخليط ديالنا، ومن بعد غادي نسد عليه بالغطايه وغادي نحطو في شي مكان. حتى هو راه قمضتو البنات، درت ليه الزيف وغطيته يا اما نطي يا زيف، وحطيته غير فوق الكوا عندي في الكوزينه، وخليته حتى غيبات ليله كامله. هنا في الصباح فقت شفتوه حموضيته واجد البنات. شوفوا كي كيجي عاقد، راه باين في السطم. بغيتو ديروه غير بحال هكا وتهزوه تاني وتخبيوه في الزليفات وتشربوه هكايا، بغيتو تخلطوه بحالي باش يولي بحال ديال القرعه، نتوما لكم الاختيار. شوفوا راه كيكون عاقد، نتوما اللي بغيتو. انا غادي نخلطو البنات وغادي نفرغوه في الكؤوس. غادي نخمطو بعدا ياك، وغادي نسد عليه وندخلو للثلاجه، لانه هنا راه باقي ما بردش في الثلاجه. كل ما بقى في الثلاجه كيزيد القوام ديالو يعقد كيف ما بغيتو. حق انا باغاه يتشرب ياغورت سائل صافي، راه هو هذا. شوفوا القوام ديالو كي داير واعر البنات، جربوه ردوا لي نخبر، لانه فعلا كيستحق تجربوه. وانا كنزيد نوريكم باش تجربوه، لان بغيتكم تجربوه. غير النكهات لا بغيتوه بالدليب بدلوا نتوما في النكهات، هذا ما كان. صافي غادي نخليه يبرد، لكن قبل انا غادي نخوي لكم في كاس غير باش تشوفوه، عاد ندخلو الثلاجه يبرد. والصحه والراحه.